يا مساء الهنا، عاملين ايه؟ وحشتوني. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي في 10 دقايق بس. هنكون حضرنا غدا سهل وسريع، البفتيك الكداب من نص كيلو لحمه مفرومه. هنعمل كميه حلوه هيفوتكوا كتير لو ما جربتوهوش. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدا الوصفه. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، بصله كبيره مبشوره ناعم وصفتها كويس من الميه بتاعتها علشان البفتيك ما يفكش مننا، بيضه، وكيس فيجيتار او معلقتين كبار بقسماط او دقيق، والتوابل بقى معلقه صغيره فلفل اسود وملح وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وتوابل لحمه وجنزبيل بودر ومكعب مرقه. هنخلط كل ده كويس قوي مع بعض. شايفين مش بتلزق معايا خالص. بعدين هجيب كيس وهاخد اللحمة كده اعملها كورة واحطها في الكيس وافردها بالشكل ده زي شكل البفتيك بالظبط، بيكون سمكها قد بعض. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. بعدين هحطهم على طبق وهدخلهم الفريزر شوية كده. لو هتعملوا كمية حطوا كيس بين كل واحدة والتانية علشان ما يمسكوش في بعض. بعد كده هنحضر الغلاف اللي هغلف بيه البفتيك. معايا هنا بيضتين عليهم شوية لبن ورشة فلفل اسود، هقلبهم وانزل عليهم بالبفتيك، وبعد كده هطلعه على البقسماط وهغلفه كويس، وفي زيت غزير وسخن هنزل بالبفتيك، هسيبه لغاية لما يتحمر كويس، وبعد كده هقلبه الناحية التانية. وبس كده، وصفة سهلة وسريعة طعمها حلو قوي. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، واشوفكم بخير في فيديو جديد.